عليكم، كيفكم وكيف الاحوال؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وتكونوا باحسن الاحوال. شفت في واحد الفيديو عليه 4 ملايين ديال المشاهده ان الطريقه سهله تنظفوا الالومنيوم فقط بالبيتادين. بغيت نجرب هاد الطريقه هذه وبغيت نعملها على شكل فيديو باش نتوما تشوفوا معايا واش بصح الطريقه ولا لا. ندوزو للطريقه. عندي هاد البريد هذا الصغيور كيستعملوا فقط الزوج ديالي لانني انا مع الاسف ما كنشربش القهوه. المهم بلا ما نطول عليكم في المقدمه ندوزو للطريقه. هي عملت لها بهاد الطريقه هذه هكذا، ما خلاتها ما تسى شي حاجه. ودابا نجيبو الحلفه ديالنا ونبداو. الا حكيتها بزاف راه بلا بيتادين الصراحه خصها تزول. ندوز عليها فقط شويه نشوفوا النسمه ديال البيتادين كانني في المستشفى ولكن ماشي مشكل. ندوز عليها كيف ما شفتوا بطريقه سريعه باش نشوفوا واش هاد الطريقه هذه ناجحه ولا لا. انا عدلت فقط هاد الجهه السفليه ونخلي الجهه العلويه لان هذه هي اللي كتكون مسخه بزاف. دابا القاع حتى هو ضروري ومؤكد. ودابا اجي نغسلوها ونشوفوا واش الطريقه هي هذه بحال اللي قالت السيده ولا لا. ها حنا غسلنا باقي الصراحه. ها نتوما كتشوفوا هنايا في الضوء ما كيبانش العيب، ولكن هنا انا مباشره كيبان لي العيب صراحه، بانها الطريقه يعني خصها واخيلا تكون حاجه اصلا نقيه. هذه فقط للتلميع يمكن، اما باش تغسل ما كيناش بحال الحلفه والصابون بلدي. ودابا ندوزو للطريقه اللي موالفين كنعملوها. الصابون بلدي ما باقيليش بزاف، المهم انا نعمل هاد الكميه هادي. ها هي ونبداو على بركه الله. هنايا ها هي بطريقه سهله كيزول هادشي كامل. ودابا نشلوها ونشوفوا النتيجه. ما حكيتهاش يعني ما كنقولوا حنايا بنيه. ها هي لا ما غسلتهاش بالصابون، المهم غنوريها لكم. وها هي جديده. يعني الطريقه الاولانيه الصراحه طريقه فاشله بالنسبه لي، اما الطريقه الثانيه ها نتوما كتشوفوا خرج كيشعل نقي بزاف. المهم كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو هذا ومع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.